السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مكتبة العراقية. اليوم نحن وإياكم في ضيافة المؤسسة القرآنية في بغداد، ولقاء خاص مع مؤسسها ومديرها الأستاذ زهير العطواني. فأهلا بكم وأهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ رسول، مرحبا بك وبكادر المكتبة العراقية. لو تحدثنا عن المؤسسات بعد عام 2003 برز دور كبير للمؤسسات المجتمع المدني خاصة، وخاصة في المجال القرآني الذي لم يكن له دور قبل ذلك أن تكون مؤسسة قرآنية. ما الذي دعاكم إلى أن تكون هذه المؤسسة ضمن المنهج والبوتقة القرآنية؟ حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من منطلق الوعي الاجتماعي وأيضا من منطلق الحس القرآني ارتئينا أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة مكملة لباقي المؤسسات، حيث بعد انطلاق الحركة القرآنية في العراق بعد سقوط الطاغية الهدام وجدنا هنالك أكو فراغ في الساحة القرآنية. من هذا المنطلق بدأنا مشروع المؤسسة القرآنية. هل هناك جهات داعمة لكم أم مؤسسة ذاتية؟ الحقيقة هي مؤسسة ذاتية، يعني أنا وبعض الأخوان الأخ حجي علي والأخ محمد السالم. هل هناك نظام داخلي خاص بكم أم اطلعتم على الأنظمة الداخلية للمؤسسات القرآنية الأخرى لو هو خاص بكم أنتم تحديدا؟ الحقيقة في البداية يعني كان النظام الداخلي خاص بنا، يعني في بداية المشروع يعني فتح دورات قرآنية وحسب المنهج المعلوم بالنسبة للتحفيظ وللدورات القرآنية. من بعدها يعني تطور المؤسسة القرآنية، تطور عملها نتيجة الاحتكاك بباقي المؤسسات وأيضا التجارب لبعض الأخوة الموجودين كالأساتذة والمحفظين، فأصبح أن منهج خاص بنا للمؤسسة. من هي الجهة المستهدفة من عملكم؟ البعض المؤسسات التي رأيتها تتعامل مع الأطفال فقط، هناك مع الكبار، مع النساء، أنتم مع أي جهة مستهدفة؟ الحقيقة يعني الجهة المستهدفة هي كافة شرائح المجتمع، ولكن خصصنا يعني بالأخص يعني الشباب والأطفال. وما هي أهم الدورات التي قمتم بفتحها؟ يعني قمنا بفتح دورات قرآنية للتحفيظ من عمر 6 سنين فما فوق، وأيضا تعليم أحكام التلاوة، وأيضا اكتشاف بعض المواهب القرآنية، لأن كما تعلم بأن أكو مواهب قرآنية عندنا خصوصا في المناطق في منطقتنا يعني وباقي المناطق. فارتئينا أن نجعل المؤسسة هي حاضنة لهذه المواهب القرآنية، ففتحنا دورات حفظ للأطفال والكبار أيضا، وأيضا دورات تعليمية للأطفال وأيضا للكبار، وأيضا دورة اكتشاف المواهب بالنسبة خاصة للأصوات والأنغام القرآنية. هل تتعاملون في هذه الدورات مع أساتذة مختصين بتقديم الدروس الخاصة لهم، لأنه نتعامل نحن مع القرآن والقرآن بحر في أدائه وفي حفظه وفي تلاوته وفي نفس الوقت وفي الأنغام الإسلامية المطابقة له ومع اللغة والنحو وآخره. هل أنتم تتعاملون مع أساتذة مختصين بهذه العلوم أم لا بأشخاص ممارسين إن صح التعبير؟ الحقيقة يعني أنت كما تعلم بأن الأساتذة كثرة ارتباطاتهم يعني والتزاماتهم بدوام رسمي أو بالمدارس، ولكن في وقت العطلة الصيفية نستعين ببعض الأساتذة الأكاديميين يعني إن صح التعبير، وباقي الأيام نستعين بالأخوة الممارسين. يعني هل الدورات مدعومة ماديا منكم أم هي كل طالب يأتي يدفع جزء من مبلغ مادي أو ماذا؟ الحقيقة يعني هو في بداية المؤسسة يعني وحاليا يعني ويكون الدعم يعني خاص بنا، يعني
يعني يكون الدعم ذاتي، بحيث يعني احنا بعض الاشخاص بعض الاخوه يعني قبل ان نفتح الدوره نتدارس، ومن بعدها يعني نبدا بالمشروع. أهم الدورات التي قمتم بفتحها لحد الآن؟ حقيقه يعني فتحنا الدوره اهم الدورات يعني، وكان بها نسبه يعني جميله يعني ومرضيه. في سنه 2006 فتحنا دوره قرانيه للحفظ، وخرجنا يعني ما يقارب 30 حافظ لجزء. جزء واحد. جزء واحد. جزء عامة بالتأكيد. يعني طبعا جزء عامة. لأنه الأسهل في الأسهل يعني الأسهل. فيعني كانت هذه يعني أحسها يعني ثمرة، ويعني بعض المؤسسات والمكاتب الدينية يعني وجهت لنا كتب شكر يعني هذا المسألة. أهم المهرجانات التي شاركتم فيها، أنا علمت بأنكم لديكم ارتباطات ومشاركات في داخل وخارج العراق. نعم. لمؤسستكم، ما هي بالأحرى أهم هذه المشاركات؟ شاركنا في المهرجانات الخارجية يعني، خصوصا في الجمهورية الإسلامية في سنة 2005 دعوة من دار القرآن الكريم ومؤسسة أهل البيت عليهم السلام هناك في الجمهورية الإسلامية. فذهبنا يعني وشاركنا ببعض المحافل القرآنية. شاركت أنا بصفتي كقارئ يعني، شاركت بها يعني وبعض الأخوة الموجودين. الدورات حينما تخرج ثمار حقيقية قرآنية، نعم. يصل صوتها وصداها للآخرين. أهم الشخصيات التي قمتم بتخريجها والآن هي معروفة على مستوى بغداد أو مستوى العراق قرآنيا؟ الحقيقة يعني احنا على مستوى القراء يعني، يعني خرجنا بعض الأخوة يعني من داخل المؤسسة، وكانوا همين يعني نعتبرهم من يعني الدعائم الأساسية في المؤسسة. السيد أحمد الناجي يعني كان من قراءنا المعروفين، وأيضا الأخ عباس والولد يعني أكثرهم يعني من المعروفين يعني حاليا يعني. لو تحدثنا بشيء من التركيز على أهم المشاكل والعقبات التي تعوق عملكم وتطور هذا العمل، لأننا نعلم إن لم تكن الجهة القرآنية أو المؤسساتية مدعومة من حزب أو مؤسسة حكومية أو كذا، هناك عقبات حقيقية تعترض عملها. هل يمكن لنا أن توجز هذه العقبات؟ حقيقة هي في البدء هو يعني العقبات المادية حاليا. يعني هو تدري يعني المادة يعني هي سبب في ديمومة العمل واستمرارية العمل. متى ما تكون المادة يكون العمل مستمر، ولذلك يعني احنا نضطر بأن يعني أعمالنا دائما تتوقف ما بين الحين والآخر إلى أن يصبح لدينا مثلا المال الكافي يعني لطبع الملازم القرآنية وأيضا لطبع المنشورات القرآنية. فإذا اكتملت هذه المواد نبدأ بالاستمرارية بالعمل. فهو العقبة هي أولا العقبة المادية، ثانيا أكو يعني ما شفنا أحد يعني من المؤسسات هي داعمة لنا يعني نذهب إلى كثير من المؤسسات يعني في غنى عن الأسماء يعني تريد يعني أن يكون العمل خاص بها يعني. أما يجير لحساب هذه المؤسسة أو لا؟ نعم يجير لحسابها الخاص، وإما يعني أكو بعض المؤسسات يعني أنا التقيت بمديرها عرض عليه يعني قال لي عملك الذي تنجزه في السنة أو في الشهر يكون باسمي وأنا أعطيك دعم يعني. فقلت له أنا يعني مؤسسة سويتها للقرآن يعني، وهاي المؤسسة عامة إذا تحب تشارك يعني قربة إلى الله وخدمة للناس فأهلا بيك، وإذا ماكو يعني بعدها. فشال له 30 قلم رصاص، أنا جبت له تبرك. طاني 30 قلم رصاص، شلت جبتن يعني. حتى يعني بعض الأخوة يعني ضحك قال لي ليه جبتن أستاذ؟ قلت له والله جبتن له تبرك، بحيث يعني أخاف يعني يصير كلام بأن احنا مدعومين. نعم مدعومين ب30 قلم رصاص، ويعني وموجودات أكو عند بعض الأخوة يعني لحد الآن أكو قلمين يعني، واحد أزرق وواحد أحمر يعني اللي يشاهد إذا يعني ينعرض إن شاء الله هذا البرنامج باب المسحة والطريفة، المدير يعني يرى هذا البرنامج ويتذكر الأقلام. نتمنى أن نرسل له أقلام سوفت إن شاء الله. سيدي الكريم، هل هناك أحلام أو طموحات حقيقية أردتم إنجازها للآن متوقفة؟ نعم الحقيقة هو يعني هو الحلم الرئيسي هو أولا يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من بعض الشباب والأخوة يعني، وهي الرسالة عظيمة يعني، رسالة القرآن عظيمة يعني. أحب يعني أتمنى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمر الأخوة العاملين على أن نكون في يعني
نكون في التمرة بين يعني يخرج من المؤسسات، يعني خصوصا مؤسستنا حفظ القرآن، خطباء، مثقفين، مفكرين، يعني هاي أمنية يعني. ولكن العقبات يعني ما زالت موجودة، ولكن يعني ما علينا إلا أن نسعى يعني. أتمنى أن تزول. هل هناك لديكم علاقة بدور القرآن الكريم في العتبة الحسينية والعباسية أو دور القرآن في العتبات الأخرى؟ هناك تعاون حقيقي في إقامة دورات مشتركة؟ والله يعني صراحة لم يكن لدينا أي عمل مع الدور القرآني، لأن كما تعلم وكما سلفت سابقا يعني العناوين تسبق المضمون، يعني تسبق المحتوى. يعني احنا صفة الخدمة، يعني خدمة المجتمع يجب أن تغلب على كثير من الشخصيات. أخيرا كلمة أخيرة تود أن توجهها عبر فضائية العراقية لمن تحب من أصحاب الشأن القرآني. كلامي للمسؤولين أن ينتبهوا لهذه المؤسسات القرآنية ويكونون داعمين لها يعني. وأرجو منهم أيضا أن يعني يحتضنوا هذه المؤسسات ويضموها إلى يعني دور الدولة، يعني كالوقف الشيعي أو الوقف السني أو دوائر الدولة، بحيث يعني هذا المتخرج من هذه المؤسسات يعني إذا يتخرج حافظ أو يتخرج أستاذ يعني يكون قريب عن عمله. نعم، في نفس الوقت في اختصاصه وفي عمله يكون ضمن عمله داخل دائرة الدولة، ونوجه الخطاب لهم يعني باحتضان هذه المؤسسات واحتضان هذه المواهب. نضم صوتنا إلى صوتك في هذه المبادرة الطيبة التي نأمل أن نراها في حيز التنفيذ قريبا إن شاء الله. الأخ المخرج يشير إليه بإكمال الأخوة في الغرفة الثانية بإكمال النصب لمكتبة العراقي التي جئنا بها مع بعض الكتب. أتمنى أن تنال ذلك، لكن بعد أن نأخذ فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين فيما تبقى من مكتبة